الجلاش باللحمة المفرومة. صينية الجلاش باللحمة المفرومة من الصواني أو من الحاجات المحببة عند معظمنا، خصوصا في العزومات. هنعمل مع بعض النهاردة صينية جلاش باللحمة المفرومة، اطلع معاكي واخدة اللون الجميل ده كده، مستوية وكمان هشة والشكل بيتكلم عن نفسه. نسمي الله كده ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتعالوا بقى نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. معايا لحمه معصجه، وطبعا كلنا شطار وعارفين بنعصج اللحمه ازاي، بس ما رضيتش اطول عليكم الفيديو. كمان معايا هنا حوالي كوبايه من السمنه البلدي او الزبده او السمنه العاديه ايا كانت تستخدمي ايه. وكمان معايا 700 جرام من الجلاش، من دي كان كيلو وانا كنت مستخدمه منه جزء. هتجيبي بقى الصينيه بتاعتك او الصاج بتاعك ايا كانت تستخدمي ايه، هتدهنيه كده دهنه من السمنه اللي استخدمتيها، وهتنزلي بورقه من الجلاش. اهم حاجه تملي فراغات الصاج كله او الصينيه علشان تبقى الطبقات بتاعتك متساويه، وبين كل طبقه وطبقه هتنزلي كده بدهنه او بمسحه من السمنه اللي انت استخدمتيها لحد ما تخلصي نص كميه الجلاش اللي عندك. وزي ما اتفقنا ظبطي كده الطبقات بتاعتك عشان تطلع متساويه، وبين كل طبقه وطبقه دهنه من السمنه او الزبده. بعد كده بعد ما تخلصي نص الكميه الجلاش اللي عندك، هتنزلي باللحمه المعصجه بتاعتك واضغطي عليها كده بالمعلقه علشان تثبت في طبقات الجلاش، وهتكملي رص باقي كميه الجلاش اللي عندك. ومحدش يبص خالص للجلاش بتاعي. الجلاش بتاعي كان ربنا اللي علم به، كان موجود عندي في الفريزر وكان متبهدل، بس طبعا بفضل الله يعني مفيش حاجه صعبه علينا، وكل حاجه ان شاء الله هتطلع من تحت ايدينا زي الفل. هنسوي كده على قد ما نقدر وهنطلعها مظبوطه ان شاء الله. وبين كل طبقه وطبقه زي ما اتفقنا هتدهني كده دهنه من السمنه اللي استخدمتيها. اهم حاجه تعملي حسابك في ورقتين كده في الاخر يبقوا سلام مش مقطعين، علشان الصينيه بتاعتك برضو وشها يكون مظبوط. وخلصي بقى باقي كميه الجلاش اللي عندك بالشكل ده كده. وبعد كده بقى قطعيها لمربعات كبيره صغيره على حسب ما بتحبي. قطعيها بالشكل ده كده لمربعات متساويه. بعد ما تقطعيها بقى نيجي للجدال، التشريبه قبل ما يدخل الفرن ولا بعد ما يخرج من الفرن؟ انا عملت معاكم قبل كده الطريقه لما دخلناها الفرن 10 دقايق وبعدين خرجناها وسقيناها بالتشريبه، كان جميل جدا. المره دي هنسقيه بالتشريبه قبل ما ندخله الفرن، والنتيجه انت شايفاها اول الفيديو. حابه تضيفي لبن، حابه تضيفي شوربه، اللي موجود عندك ومتاح عندك ضيفيه. انا هنا عملت كوبايتين من الحليب، عليهم رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسمر، كمان رشه من البيكنج باودر، ومعلقتين كبار كده من السمنه البلدي او القشطه، وقلبتهم على بعض وسقيت بهم الجلاش. وعلى الفرن هيقعد معاكي حوالي من 20 ل 30 دقيقه ويطلع بالشكل ده كده. حابه تضيفي بيض في التشريبه برضو براحتك، الموجود عندك والمتاح عندك اشتغلي بيه. المطبخ على فكره مش قواعد، المطبخ اكل وانت اللي هتاكليه، اللي بتحبيه اعمليه. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يكون عجبكم، ولايك وفولو لو عجبكم الفيديو، وما تنسوش قبل اي حاجه تصلوا على الرسول في الكومنتات.